بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم خواتاتي حباباتي؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كامل تكونوا ان شاء الله بألف صحة وعافية. اليوم في قناتكم المحبوبة مهارات منزلية جبت لكم وصفة بريوش طاقية السلطان. الاسم تاعها راه من الشكل تاعها، البريوش خفيف وهشيش، والمقادير نلقوهم في كل بيت. الا تبعتوا نتوما المقادير وتبعتوا الخطوات والاسرار اللي غادي نذكرها في كل مرحله من المراحل، اكيد اكيد غادي تنجحوا فيها. اذا نروحوا الوصفه. شوفي اختي هنايا تشدي ريسيبيون ولا اناء، غادي تحطي فيه نصف كاس ماء، وزيدي نصف كاس حليب في زوج راهم دافيين كي الماء كي الحليب. غادي نفس المقدار نصف كاس زيت، ونزيدو عليه حبة بيض. عندنا ربع ملعقة ملح ولا الحبة تاع البيض. مباشرة كي نحطو الحبة تاع البيض نروحو نمزجو مليح الخليط تاعنا، لأن عندنا كل السوائل راها دافية والحبة تاع البيض خيما تفسد. إذا عندي هنايا 4 ملاعق كبيرة من السكر، وانا الحقيقه بكل صراحه بكل امانه انا درت 4 ملاعق سكر، لكن من بعد كي طيبتها وكملتها ودقتها لقيتها شويه صامته، يعني من الاحسن تزيدوا ملعقه ولا زوج. هنا نزيد عليهم ملعقه كبيره تاع خماره، والخماره طبعا غادي تتمشى مع الفصل اللي راكم فيه، يعني حر ولا برد. نزيدوا شويه باه نحو هذيك الريحه تاع البيض. نزيدوا هنا بعض قطرات الفاني، واللمسه تاعي اللي زدتها انايا اضفت لها قشور من الليمون والبرتقال، وهذه تبقى اختياركم. البرتقال يتمشى بزاف مع الشوكولا اللي غادي نضيفوها ان شاء الله من بعد. هنا المزيل الخليط تاعي غادي نزيده الفرينه او الطحين الابيض، وطبعا بعد ما نصفيه ونغربله. دات لي يعني تماما 4 كؤوس ونصف، وهي حسب الفرينة اللي تستعملوها. الفرينة اللي استعملتها هنا دات لي 4 كؤوس ونصف. نتوما غادي تلموا العجينة تاعكم وتشوفوا. السر اللي في عجينة البريوش الأول اللي ما باه تنجح لكم، أن العجينة تاعكم تكون مطلوقة، يعني شوفوا كرها تلتصق بالأصابع، ما تكونش ناشفة. إذا كانت ناشفة البريوش غادي يجي ناشف ويجي قاصح. غادي نحط العجين تاعي على بلون دو طرافاي تاعي، ونجيب لاكوبات. هنا غادي غير نلمها هذا مكان. نجيب لاكوبات تاعي ونقسمها على نصفين متساويين. نصف واحد غادي نخليه بيض كيما هكا، والنصف الثاني غادي نزيده الكاكاو. اذا انا كورت هنايا ونديرها بجيه، ونجيب النصف هذا غادي نزيد عليه 2 ملاعق كاكاو وملعقة كبيرة تاع زبدة ولا مارغرين. أنا هنا راني قطعت الفيديو لأن المارغرين غادي نزيدها، غادي تبان في الجزء الثاني، غير ما نطولش عليكم الفيديو. الكاكاو كي تزيدوه لا شتو لاباط تاعكم نشفت لكم، الملاحظة نشفت لكم السر هذا الزاوج هي أنك تزيدوا ملعقة كبيرة تاع حليب، وتلموا العجينة تاعكم، غير تلموها ماهيش تعجنوها. هنايا نروحوا للاباط البيضة، هاك تشوفي راها مطلوقة العجينة، ماهيش يابسة ماهيش ناشفة. نحط العجين تاعي في إناء ونغطيه بالبابي ولا الفيلم أليمونتير ولا بسربيتة منديل المطبخ. نروحوا العجينة الزاوجة، هنا العجينة البيضة نفس الشيء، غادي نضيف لها ملعقة كبيرة تاع مارغرين هذا مكان، ونحاول ندخل هذيك المارغرين، نقطع العجين، نحاول نقطع العجين بيديا وندخل هذيك المارغرين ندخلها في العجين غير بشويه معاها نسعفها. هاي العجينه التمت نفس الشيء. العجينه تاعي غادي تكون مطلوقه. نحط العجينه تاعي في اناء ونغطيها في نفس الشيء بالفيلم اليمونتير. من بعد نديرهم في زوج يخمروا، يعني الا كان الفصل الحار غادي يخمروا بالخف، لان العجينه راها هشيشه تخمر بالخف، ولا كان البرد غادي يحتاجوا شويه وقت. هاهما العجينه عندي في زوج خمروا، راك تشوفوا هنايا تشكلوا الفقاعات، ضعف الحجم تاعها بزاف. ونشوفوا هنايا حتى القشور الليمون والبرتقال راها تظهر هنايا. ننزع ولا نحي
العجينة تاعي من الإناء، نحطهم على بلان دو طرافاي، ونلم العجينة تاعي مليح. من بعد غادي نجيب غولو ونورق العجينة تاعي، نورقها، ولا كان بدات تلصق بالطابلة غادي ندير شوية فرينة ونورق. غادي نوريكم يعني الفوليوم تاع التوريق شحال، وهذا السر الثالث اللي ذكرته لحد الآن. ما لازمش تكون العجينة خشينة، وإذا كانت العجينة خشينة غادي تجيكم البريوش غادي يجيكم معجن. تجيبي العجينة البيضاء تكوني ورقتيها على ورق الطهي بابي كويسون، وتحطيها على العجينة البنية. نحاولوا نقادوا الأطراف بحيث نديروا العجينة البيضاء على العجينة البنية سوا سوا. إذا العجينة هذيك بين العجينة والعجينة تخلك الهواء، فقط ديري ثقبة بالسكين. نحاولوا نقادوا الأطراف مليح مليح مليح. نشد الوراق تاعي ولا الغولو تاعي ونحاول نورق، ولكن فقط غير باش نحاول نلصق العجينة البيضاء بالعجينة البنية، ماشي حاجة كبيرة. من بعد غادي نشد سكين وحاولي تنزعي هذيك الأطراف اللي ما تكونش مستوية على اليسرى وعلى اليمنى كذلك، نحيها. هنايا غادي تقسمي العجينة على 3، غادي ندير مجرد خطوط، مانيش نقسمها، مجرد خط فقط. تشوفوا وزنت بالمسطرة، ونديرو بلا كوبات ولا بالسكين نديرو أشرطة من الثلث، يعني ندو لو ان تيير، الثلث تاع العجينة، نقسموها إلى شرائط متساوية 2 سنتيمتر و 3 سنتيمتر. وشوفوا كي راني ندير هادوك الشرائط بحيث تبان طبقة بنية وطبقة بيضاء، وهكا حتى نكمل كامل الشرائط. نولي هنا للطرف الأول تاع العجين، تكون عندي أي نوع من الشوكولا الذائبة اللي هي شوكولا طلاء، نحطها من البداية إلى النهاية، يعني نحط كونتيتي مليحة، ونحط فوقها الشوكولا تاع طابليت ولا شوكولا حبيبات، غير طابليت تاع الشوكولا نفتتها بالسكين ونحطها. يكون عندك مكسرات، أي نوع مكسرات، جوز، لوز، كوكاو، هنا عندي جوز حطيته، ولا ميلونج مزيج تاع المكسرات ممكن تحطيه. نشوفوا هنايا الطبقات اللي حطيتها، راني حطيت هنايا شوكولا طلاء، فوقها قلنا شوكولا حبيبات ولا مكسرات الشوكولا، وزدت فوقها شوية من المكسرات، أي نوع مكسرات عندك. هناك تشوفوا الشرائط كراها يعني متساوية، وفيها لونين، لون بني ولون أبيض. نثني العجينة تاعي من الجهة تاع الطالع، ونروح بها نرولي العجينة تاعي، نروح حتى نكملها حتى نهاية الأطراف، حتى نهاية الشرائط، ونشد مول. هنا شكل المول كي داير، انا ما حبيتش ندي المول الاخر اللي ما فيش هذيك الوسطانيه، لان هذاك البريوش يجي شويه معجن. انا مديت هذه به يكون ما يكونش عندي هذيك الباب هذاك تاع البريوش بزاف. وهذا السر الرابع اللي ذكرته لكم من بين الاسرار. ندير العجينه تاعي تطلع، لما تتنفخ ويزيد الفوليوم تاعها، الحجم تاعها، تشدي هنايا حبة بيض وديري معاها شوية فاني، وديري معاها ملعقة كبيرة تاع حليب. اطلي كامل الأطراف تاع البريوش، كامل الأطراف. هذاك البيض غادي يعطينا لا دوغيور ولا يعطينا الاحمرار تاع البريوش. ندخل انا البريوش تاعي على درجة حرارة 180 درجة، ونكون سخنت الفور تاعي مقبل بحوالي 10 دقائق. كي نخرج كي يحمر ويطيب نخرجه، نشد جزء من الزبدة ولا الدهان ونطليه على كامل البريوش مباشرة وهي سخونة. البريوش وهو سخون نغطيه بالفيلم أليمونتير، علاش؟ باه ما يبقاش يعني يابس من الفوق.
غير واحد 10 دقائق ولا ربع ساعة، نزعوا هذاك البابي عفوا الفيلم اليمونتير. البريوش هنا راه عاد سخون، عاد خرجتها من الفور، بصح كاع هاكا راكم تشوفوه يبان هشيش وخفيف. قطعت لكم مورسو طبقات تبان تاع الشوكولا تاع المكسرات ما شاء الله، والمذاق روعة روعة. إذا طبقتوا النصائح والأسرار اللي عطيتها لكم أكيد غادي تنجحوا في الوصفة، طيبوها إن شاء الله وتاكلوها بالصحة والهنا مع العائلة تاعكم. شكرا شكرا لدعمكم وتحفيزكم، وإن شاء الله يا رب العالمين نشوفكم في فيديو عن قريب بإذن الله تعالى. سلام.